السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. النهاردة هعمل لكم كده زي ما انتم شايفين البسكوت بتاع العيد، بتاع النشادر، بسكوت النشادر بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير مظبوطة. هنعرف مع بعض المقادير المظبوطة عشان يطلع البسكوتة معانا مقرمشة وهشة وجميلة كده. يلا بينا نصلوا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت نشوف الفيديو في الاخر ونعمل لايك وشير وكومنت حلو من قلبكم، وسبسكرايب للي اول مرة يشوف القناة. انا اسمي اسماء. ويلا بينا نشوف عملنا عجينة البسكوت ازاي. معانا هنا كده لتر الا ربع لبن او حليب مكثف، ومكثف يعني ضايفين له سكر حوالي كيلو وربع سكر. طبعا الكلام ده قبلها بليلة. تمام، قبل ما يتم عجينة البسكوت بليلة بنحضر اللبن المكثف. تمام. وبنقلبه كويس مع السكر كده. احنا ضفنا بعد كده السمنة بتاعتنا، ودول زبدة وسمنة مع بعض. تمام، يعني الكيلو على بعضه الزبدة ومنضافة للسمنة سمنة نباتي ومنضاف عليها الزبدة متكملة كيلو. تمام. ضفنا هنا طبعا فانيليا سايلة، وهنضيف لها كمان كيسين فانيليا بودرة. تمام. المهم السمنة كده بنسيحها على النار كده، وبتبقى حوالي كيلو. ضفنا بعد كده حوالي شوية جوز هند عليهم ناعم، يكون جوز هند يكون ناعم. هنا جبنا الدقيق حوالي 3 كيلو دقيق، نخلناهم كده بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. تمام كده. هنضيف لهم بعد كده النشادر بتاعتنا حوالي 8 كيلو نشادر. 8 نشادر يعني هنجيب الربع ناخد منه 8. ممكن نقسمهم لو عملنا عجينة البسكوت على مرتين. المهم ان احنا نكونوا جايبين ال3 كيلو بينضاف لهم 8 نشادر. تمام، وبنقلبهم كده مع بعض بقى كده في العجينة مع الدقيق كويس. تمام، وناخد بالنا لان السمنة طبعا بتبقى سخنة ما كنا مسيحينها وكده. طبعا لو حابين تعملوا زبدة صافي مفيش مشكلة، سمنة نباتي خالص نباتي بس. طبعا ده حاجة كل واحد ما حسب ما بيحب او الموجود متوفرة في البيت عامة. تمام. اللي عايز يلخبطها يحط زبدة على سمنة او سمنة بلدي على سمنة نباتي، مفيش اي مشكلة. المهم ان يطلع المقدار كيلو سمن بينضاف على 3 كيلو دقيق. اوكي كده ضفنا 3 كيلو دقيق، كيلو الا ربع حليب، وعليهم وخليناه مكثف. ازاي خليناه مكثف؟ ضفنا له كيلو وربع سكر، ومع التقليب المستمر كويس قبلها بيوم، وسيبناه ركناه خالص. لما نيجي بقى نعجن العجينه بنقلبهم تقليبتين وبنضيفهم كده على زي ما انتوا شايفين. ومهم نكون نعمل العجينه كده في حاجه واسعه. تمام، عشان ناخد راحتنا في العجن. العجن مفهوش يعني ملتش كتير في العجن او مش زي العجينه العاديه. بنعجنه بالطريقه دي كده بس يدوب بيتشرب كده بالسوائل بتاعته. بتفضل بالطريقه دي كده. في ناس طبعا بتحب انها تعجنه كتير كده وتفركه الاول. بس انا بحب بالطريقه دي كده وسهله ومش متعبه خالص، وبتطلع كمان البسكوته هشه ومقرمشه وحلوه. تمام. واهم حاجه انها تكون مش مكتومه، تكون فيها بتبقى خفيفه كده في ايديكي وانتي بتاكليها. تمام كده خلصنا العجينه وتاكدنا انها اتشربت قوي كده بالسمنه والسوائل بتاعتها. نيجي بقى هنا كده في المكنه بتاعتنا اليدوي. طبعا في اي بيت تقريبا البيوت المصريه كلها فيها المكنه دي، ماكينه البسكوت او مفرمه اللحمه. بيبقى فيها يعني وش لعجينه البسكوت، فبنعمل بيها كده البسكوت طبعا زي ما متعودين كل سنه
تطلع بالطريقة دي كده. شايفين؟ انا بقى تشكيل البسكوت يعني عامة ده اختياري على حسب ذوق كل حد. وطبعا كل ما بنزود النشادر، لو زودنا النشادر عن التمن كيلو واحنا بنعجن العجينة البسكوت بيطلع عريض، لان في ناس برضو بتحب البسكوت يكون عريض شوية. بنزود له النشادر، كل ما بنزود النشادر كل ما البسكوت بيطلع عريض. تمام، يعني بيبقى مفروش كده. هنا يعني هنا كده معقول، الرسمة باينة وحلوة ومقرمش وكويس. يعني النشادر دي المظبوطة له كده. شايفين العجينة دي مظبوطة ازاي، بتطلع معانا بكل سهولة. ونتأكد كمان لما نيجي نشتري الدقيق ان هو يكون خاص ببسكوت بدقيق البسكوت يعني. تمام، يكون دقيق بتاع بسكوت، لان في انواع دقيق بتبوظ العجينة. ناخد بالنا جدا، يعني يكون البياع اللي بتشتري منه تكوني واثقة فيه ان هو بيديكي يعني الدقيق بتاع البسكوت، ما يخدعكيش ان هو بعد كده تلاقيه دقيق حاجة تانية، دقيق عيش او كده. لان الدقيق فعلا بيفرق يعني. شايفين كده بقى بنملى الصواني كده. تمام، وبالمناسبة بقى ان ده بسكوت مامتي، ربنا يديها الصحة يا رب، ومرات اخويا طبعا قاعدة بتقطع كده. لازم البسكوت بيحب اللمة. الكحك والبسكوت عامة لازم يكون فيهم لمة. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وينعاد عليكم بالخير يا رب ان شاء الله. شايفين؟ نفضل بقى كده نقطع البسكوت ونرصه في الصواني كده. تمام، وجنب الفرن طبعا بيكون شغال، وندخل الصواني ورا بعض بقى كده. تمام، الفرن الجديد جربنا كده في الخبيزة، البسكوت كان جميل ما شاء الله. شايفين بقى الصواني كده جوه الفرن، والنار تكون هادية هادية قوي. ولو صواني من اللي هي حروفها واطية شوية، ممكن لازم نوطي النار كمان اوطى من كده شوية، تبقى اهدى من كده شوية. هنا يعني شايفينها هي مش هادية قوي، يعني تعتبر في اهدى من كده. لكن دي بالنسبة للصواني دي تمام كده، هي مظبوطة. تمام، ونصبر عليه كده واحنا وهو بيتحمر في الفرن. وهنا بقى بعد ما البسكوت طلع من الفرن، شايفين لونه وجماله، عايزينه كده. طبعا في ناس بتحبه اغمق من كده مش شوية، دي حاجة بقى نسبية. بس يعني ده كده تمام بالنسبة لنا، حلوة قوي اللون. وشايفين بقى يعني البسكوتاية قرمشتها لما بتكسريها عاملة ازاي.
يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، ويلا انزلوا حطولي لايك جامد كده. وانتظروني في فيديو القادم بتاع الكحك، كحك العيد.